خلاص يبقى ليه بيقول كده؟ يا استاذ مش في الحزب الوطني كان بيأيده والاخوان المسلمين كانوا بيأيدوه ورغم ذلك سقط في الانتخابات في 2001. ده عشان انت هو يوعز بقى انه هو دور يعني. انا كان فرق بيني في 2001 أيوة. 2000 صوت تقريبا. تمام. في 2005 دخلنا نفس المعركه، الحكومه جابت خطوه لورا، الاخوان المسلمين دخلوا بعزمهم معاه، الفرق زي ما قلت لحضرتك 16000 صوت بيني. ما ينفعش بعد ده كله انت تقول اصل زوروا لي يعني طب زوروا 16000 ازاي؟ نتكلم يعني ده من حيث المنطق. تمام ما ينفعش. ماشي. تعال بقى لمحاور المؤامره اللي كان بيتكلم عنها. قال لك ادى الوزير العدل سلطه التعيين او منح المحامين الاجانب حق الاقامه في مصر والعمل في مصر. هذا الكلام لانه ناقص قراءه غير صحيحه للنص، وايضا حذف مضمون هو جابه بشكل عرضي. في اتفاقيه وقعتها مصر، اتفاقيه تبادل الخدمات جاتس. الاتفاقيه دي بمقتضاها يحق لاي مهني محامي او مهندس او طبيب انه يعمل في مصر دون قيد او شرط، والاتفاقيه دي وقعتها الحكومه المصريه اللي هي الدوله. نقابات لا توقع اتفاقيات دوليه، وبالتالي هذه الاتفاقيه هبدا تنفيذها دون ان يكون لنقابه المحامين دور فيها. نحن اردنا ان يكون لنا دور في سلطه الدوله في التعامل مع هذه الاتفاقيه. فقيدنا سلطه وزير العدل بمنح الترخيص بموافقه مجلس نقابه المحامين. لا مش موافقه. اثنين دي مغالطه، ما تقالش موافقه، قال بالتنسيق. لو سمحت قول اللفظ صح. لا معلش لا معلش هل خدت موافقه مجلس نقابه المحامين؟ لا يا سيدي فاضل لحظه بس. موافقه، ما هو ده بتكلم عن النص. لا لو الاستاذ رجائي بس قاطع علشان يستوضح موضوع، ما احنا بنتحاور. ما تيجي نتحاور يا جماعه. لا استاذ معتز، لا انا لازم ارد الاول. لا هو قال لوحده، قالوا منفرد. اتفضل انا سيدي الفاضل، اتفضل كمل. انا معاك سيدي الفاضل. هذا هو نص الجريده الرسميه، وبالتالي لما يدخل في اللفظ كلمه بموافقه يبقى هو ادى لنفسه حاجه مش ليه، ما عملهاش. نقابه الاطباء ما عملتش اللي هو عمله. هذا من حق نقابه المحامين. قال ايه؟ ويجوز وفقا بالتنسيق. كلمه التنسيق الكلمه المطاطيه الهلاميه اللي هي السبوبه. تمام خلاص فهمنا الوضع. اتفضل. أيوة عشان بس نقول كلام بموافقه مجلس نقابه المحامين. تمام. ولمره واحده وبشرط المعامله بالمثل. بمعنى انه ما فيش اجنبي هيعمل بمصر في مصر دخل محامي اسرائيلي واحده الا لقضيه واحده او موضوع واحد. ودخل محامي اسرائيلي بالمعامله بالمثل. محامي اسرائيلي الدوله اللي هو بينتمي لجنسيتها. طبعا حلو. طبعا لانه لما نيجي نقول انه المحامي الامريكي او المحامي الاوروبي الاسرائيلي اللي هي الاسرائيلي ايوه هو السؤال على الاسرائيلي. انت بتحارب التطبيع طبعا. طيب الاسرائيلي يخش يعني وزير العدل دخل محامي اسرائيلي دخله. انا بسالك بقى اهو. كمل جاوبني بقى. مجلس نقابه المحامين ليس مجلس خونه اللي هينتخبوا المحامين دول. ايه مجلس خونه ومش مجلس خونه؟ انا بسال سؤال دلوقتي. وبالتالي اراده المحامين بتديها لوزير العدل ليه؟ ما تعترض بيها لمجلس النقابه. لا اله الا الله. طب ينفع كده؟ لا وزير العدل دخل. طب انت مبسوط كده؟ طب المفروض الحاله دي بسال سؤال يعني هو المفروض لو وزير العدل دخل محامي اسرائيلي. لا هل هي بغلبه الصوت يا جماعه؟ والله العظيم احنا ماشيين كويس. من فضلك النقطه بتاعتك واضحه كده. لا تمام. اتفضل حضرتك بتقول محامي امريكي محامي بريطاني يدخل علشان ياخد التسهيلات اللي بياخدها في مصر. اذا امريكا ما ادتش تسهيلات للمحامي المصري مش هيمنح الترخيص للعمل. ومش هينفرد وزير العدل بانه يمنح الترخيص. لانه كان قبل هذا النص وزير العدل منفرد. ادي واحده. اثنين، النص المتعلق بالماده الاولى اللي اتلغت اصلا ومش موجوده الان، وانا مش فاهم احنا بنتعب نفسنا فيها ليه. هي مش موجوده، ملغيه يا استاذي. بس موجودة. هو الاستاذ رجائي ومنتقديه ومع ذلك قالوا انك حطيت حاجه عشان تخدم نفسك. من انه يعين على نقابه المحامين اوصياء او قيم حتى ولو كانوا قضاه. ليه؟ النص ما كانش فيه اخر نقيب. النص فيه اللي عرض اخر مجلس منتخب مع اخر نقباء فرعيين منتخبين. دول يساووا اخر نقيب. ما هو هيبقى في المجلس ده نقيبا واعضاء. لو جابوا حمدي السيد دلوقتي ما قالوش نقيب واعضاء. ده نص نقيب واعضاء. ماشي انا عايز افهم. ايوه نقيبا مع الغلوشه دي ينفع. لا اتفضل انا سامعك. اخر مجلس منتخب ده يعني نقيبا واعضاء زائد نقابات فرعيه. دول اللي يدور النقابه خلال فتره 6 شهور او سنه، فتره مؤقته لاجراء الانتخابات. خلاص ده اتلغى. ده اتلغى وانتهى. وحل محله مساله اشراف لجنه من القضاه. انا ليا سؤال. السؤال بقى لماذا اتحط؟ ثانيه واحده. لماذا قدم؟ لا لانه ده الثاني من السؤال. لماذا تقدم بالمشروع المفرد من ورانا؟
من ورانا انت مين عشان اقدم لك من ورانا؟ لا انت مين؟ هو عايز يقول انا من ورانا. لا يا استاذ سامح، انا مين ده؟ معلش يا استاذ، لا هو عايز يقول انا قبل لك ب 30 سنه محامي. ما ينفعش. لا ما على فكره انت بص يا باشا انا بتكلم عن ورانا اللي هو مين؟ انا عارف، انا بتقول له احنا ماشي، يقول لي انت مين بقى؟ لا احنا عرضناها على المحامين. لماذا لم يعرضوا؟ لماذا تقدم به بمفرده؟ تمام، وحط فيه النص ده ليه؟ عرضناها على محامين. جاوب على دي بقى يا استاذ معتز، عرضناها على مؤتمرات للمحامين وعملنا لجان استماع في النقابه وفي النقابات الفرعيه. ما حصلش. المشروعات المعروضه كانت مشروعات نمره 2. انت كنت عضو شورى وتملك انك تتقدم بمشروعات. انا ما بتقدمش مشروع. تمام، هناك مشروعات انا بتحمل مسؤوليه هذا المشروع. بس تقول كده بقى. ثانيه واحده وبقول ان ده اكبر انجاز. يا معتز هذا بيان هو اللي مطلعه. هل ينفع كده؟ هو اللي مطلعه. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده عشان الحته دي تبقى واضحه. الحته دي لازم توضح. معلش استاذنك. لا مش خلينا الحوار ابدا. ان هناك حمله منظمه. ثانيه واحده لازم هقولها. لا مش هيدير الحوار. نقطه فارقه، نقطه يا جماعه. لا مش هيدير الحوار. توضح. مش حضرتك اصلا الفيصل في القصه. حضرتك اتكلمت من لا مش اتكلمت انا. هو ده دوره. هقول باعترافه ان هو اللي بيقدمه لوحده. لا اله الا الله. هو اللي بيقدمه لوحده اهو. ده البيان ده هو اللي مطلعه على ورقه. انت في برنامج على الهواء. لا انا معاك. مش بالصوت العالي يا استاذ رجائي. لازم صوتي بيان يعني انت بتصدر عليا. هتقول لما دورك يجي. هتقول لما دورك جمله في الحته دي. اتفضل. بقول ده بيان هو مطلعه على ورقه. خلاص. بيقول فيه ايه؟ ان هناك حمله منظمه ضد الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين منذ قيامه بتعديل قانون المحاماه. خلاص. ممكن تديها لي؟ اهي اتفضل. بعد اذنك. ده باقراره. هو اللي عامله. شكرا. عامله لوحدك ليه؟ وصلت النقطه. انت عملته لوحدك يا سيدي الفاضل. انا نقيب المحامين. استطلعنا اراء المحامين من 1000 لا نسمع معلش 2005. بس سمعنا اراء المحامين وعملنا مؤتمرات ولجان استماع. خدنا ده واديناه. خلاص تجاوزنا من النقطه دي. اللي بعده واتعرض اللي بعده. القانون ده فيه ايه؟ سيبك من الماده الاولى بقى اللي راح في داهيه دي. القانون ده فيه اعاده لجان تقدير اتعاب المحاماه اللي كانت رايحه من المحامين. 2. القانون ده فيه حصانه وحمايه مده بمقتضى الماده 50 اللي بتمنع حبس المحامي او احتياطيا او القبض عليه في جرائم السب والقذف والاهانه اثناء او بسبب اداء عمله. ده نص مستحدث. القانون فيه الزام الشركات التجاريه ان تودع في السجل التجاري عقد وكاله مع محامي موثق في النقابه الفرعيه ضمن اوراق تاسيسها، ولا تعدل هذه الشركه او يجري بشانها اي تعديل الا اذا كان هذا العقد موجود. عدلنا قانون المعاش بما يسمح بألا ترث نقابة المحامين مع ورثة المحامي في أن يعاد توزيع أنصبة المستحق الأنصبة المستبعدة على باقي ورثة المستحق، بدل من أن يكون قبل ذلك كانت تقول إلى نقابة المحامين. يعني نصيب أحد المستحقين توفى من الورثة نصيبه كان يقول إلى نقابة المحامين. احنا عملنا أنه نصيب ده يعاد توزيعه على باقي الورثة بحيث أنه تحتفظ الأسرة بكامل المعاش المستحق حتى آخر مستحق لديها. لحظه ما كملتش. يعني حضرتك احنا حطينا في القبول بتسوق لما تراه. لا ده اللي في القانون. ده اللي في القانون يا استاذ معتز اللي محدش اتكلم فيه. ده فيه انه من فقد صلاحيته لوظيفته السابقه سواء كانت في القضاء او في الشرطه او في اي حته او في اي موقع لا تقبل اوراقه في نقابه المحامين. ده مش اصلاح مهني اللي موجود. لما نوسع الدائره الانتخابيه في تمثيل النقابات الفرعيه في انه كل محكمه جزئيه تنتخب اللي يمثلها في النقابه وكل واحد من المحكمه الابتدائيه كل محكمه تنتخب من يمثلها في انتخابات النقابه العامه. ده نوع من انواع توسيع الديمقراطيه. الكلام اللي اتقال عن موضوع الضرائب كلام هلامي لانه نمسك بس اللي هو البطاقه الضريبيه. ايوه هقول لك البطاقه الضريبيه. ما هو يرد. لا معلش يرد. بلوك. لا مش بلوك. لا حضرتك انا مش جاي. انا مش جاي هنا عشان تستجوب. هترد مره واحده. لا يا باشا اللي معلق على اللي هو قاله ده الاول قبل ما انتقل يا استاذ اذا هي قالوا ده كله موجود في القانون وبعدين العالي مش هينفع. ما يصحش كده يا استاذ معتز. هل حضرتك تثق في ادارتي للحوار؟ لا يا فندم ولا لا؟ لا اثق في ذاكرتي. لا اتفق في ذاكرتك. لا اسف في ذاكرتي. لا لو سمحت برضه مش لا مش هسيبه يمارس هذا الدور. ارد على مش هينفع ده هذا ما ينفعش كده. معناه ان هو بيفرض بصوته المنطق اللي هو عايزه. ده الحوار يعني حوار. انا اللي هو عايز يرد على النقطه دي. لا لو سمحت ارد زي ما هو قال منفردا اقول كل اللي قاله ارد عليه بعد كده بقى عقد طب انا هفكرك. لا يا فندم لا ما تعرفش اللي في دماغي. انا هفكرك يا معتز بيه ما تعرفش. لا انا مش موافق.
يا استاذ معتز كده الحوار مش متكافئ، وانا مش متكافئ، فرص الحوار مش متكافئ. يبقى انا مضطر انا هقول لحضرتك انا مضطر ان انهي الحوار. عاوز تنهي. انا هقول موضوع الضرائب هو دلوقتي لانه ده حق انا في التعقيب اللي انت لا انا حق انا لازم هرد عليه. يا استاذ رجاء لو سمحت